السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هعمل معاكم القراقيش بالعجوة او المنين بالعجوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا اقول لكم المقادير. اول حاجة كده معايا كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من ريحة الكحك، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ورشة ملح. وهحط كمان كوبايه من السمسم المحمص. تقدروا تستغنوا عن خطوه السمسم لو مش بتحبوه. ما تنسوش يا حبايب قلبي تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حطيت كده السمسم والمكونات الجافه، هقلبهم كلهم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده قلبت المكونات الجافه. هبدا بقى احط كوبايه من الزيت زي ما انتم شايفين كده. بعد ما حطيت كوبايه الزيت هحط كوبايه من السمنه، وهبدا بقى اخلط المكونات مع بعض. هشرب الدقيق السمنه والزيت اللي انا حطيتهم زي ما انتم شايفين كده. بسيت الدقيق مع السمنه والزيت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين؟ هبدا بقى اضيف معلقتين صغيرين كده من ريحه الموز او ريحه الورد على حسب ما انتوا بتحبوا. تقدروا تستغنوا عنهم خالص، بس بجد بيفرق في طعمه وبيطلعوا زي بتاع المخابز بالظبط. هحط بقى مج كده من اللبن، وابدا بقى الم المكونات كلها مع بعض. انا مش هعجن، انا هلم بس الدقيق مع اللبن زي ما انتوا شايفين كده. ولميت كده العجينه زي ما انتوا شايفين عجينه طريه ازاي، بجد تحفه. هسيب العجينه ترتاح، هغطيها واسيبها ترتاح لمده ربع ساعه، وهرجع بقى ارجع لكم اوريكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما سبت العجينه ارتاحت ربع ساعه، هبدا بقى اخد حته منها وافردها على الرخامه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فردتها وسويت اطرافها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى احط العجوه عشان اقدر اعجنها كده واعمل بيها اشكال. بحطها على نار هاديه معاها معلقتين او 3 معالق من السمنه واقلبهم على النار. وبعد ما بتبرد بتقدروا تعجنوها وتشكلوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. حطيت كده العجوه ولفيت لفه بس يا دوبك قفلت على الاطراف. يعني انا لفيت لفه بس بسيطه وقفلت وقطعت بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده. هوريك واحده تاني. حط العجوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبيدوبك بلف بس واقفل الاطراف الناحيه التانية. شايفين اهو، قفلت الاطراف بس وهقطع بالسكينه. هكملهم بقى كلهم وارجع اوريكم تاني هنعمل ايه. وكده بعد ما عملتهم ببدأ اشيل الاطراف من الجزء ده والجزء ده بالسكينة زي ما انتم شايفين كده. ولفيته بس لفتين كده اللي هو فردت فيه شوية، وبدأت اقطعه بالسكينة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين شكله تحفة ازاي؟ العجوة باينة فيه ازاي من جوه. تقدروا تزودوا العجوة او تقللوا العجوة على حسب ما انتوا بتحبوا. هكمل بقية الكمية وارجع لكم تاني. وكده بعد ما عملت الكمية كلها دهنت المنين او القراقيش ببياض بيض وحطيت عليه سمسم زي ما انتوا شايفين كده. ودي الكمية كلها هسيبها تختمر لمدة ساعة وارجع لكم تاني. وكده ده شكله بعد ما اختمر. هسويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين يا حبايب قلبي ده شكله بعد ما استوى كده، واخد اللون الذهبي وتحفة بجد. سويته على درجة حرارة 180، استوى من تحت واخد اللون الذهبي ده. بعد كده قفلت من تحت واديته لون من على الوش. شايفين لونه خطير ازاي وبجد تحفة، احلى من بتاع المخابز كمان. شايفين شكله؟ يلا بجد على طعمه خطير، جربوه مش هتندموا. ويارب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، وما تنسوش تجربوا الطريقة وتقولوا رأيكم في التعليقات. ولو حقيقي بجد لو بتتفرجوا لاخر الفيديو شكرا ليكم، مع السلامة.